يستمر البقاء ويستمر عدم الفتنة. ايه خطة الإخوان للاستيعاب الموقف؟ زي ما قلت ان هم هيحاولوا يوم 21 يونيو ان هم يروحوا عند ميدان رابعة العدوية، لأنه ميدان قريب من قصر الاتحادية، ولكن زي ما قلت ان هم هيكونوا منقسمين يعني بين قلبين وبين واجبين وبين جهتين، إما أن يبقوا ويمكثوا في ميدان رابعة العدوية فتخلو مقراتهم من الحماية، أو أنهم يضعوا مقراتهم تحت الحماية فتخلو الميادين من أنصارهم. كلهم عددهم يعني عدد محدود جدا. سيبكم من الكلام وسيبكم من الهيصة الكبيرة اللي هم بيعملوها حوالين نفسهم. هنا يصبح الأمر زي ما قلت أنه كتير من التيارات الجهادية زي حركة الجهاد الديمقراطي هي حركة ضد الإخوان، حركة الأنصار الشريعة ضد الإخوان، السلفيين لا يزالوا حتى الآن في موقف متردد، هم ضد الإخوان سياسيا ولكنهم لم ينحازوا بعد إلى الكتل الشعبية، ويمكن أن ينحازوا فيما بعد إلى الجموع الغاضبة أو الجموع الرافضة أو الجموع التي تطالب برحيل محمد مرسي. الأهم من ذلك كما قلت أن هيكون وسط المتظاهرين من يندس لإيقاع الفتنة بينهم، ومن ثم يجب أن نحذر من أي هتافات ضد الجيش. يعني لا ممكن واحد يطلع يقول يسقط حكم العسكر، وفي حالة الحمية الثورية ممكن يتردد الهتاف من أكثر من حد. أيضا علينا أن نحمي الشرطة، لأن الشرطة دي فرصتها الحقيقية